ست غنية قاعدة قدام ترابيزة مليانة أكلات فخمة، بس مش راضية تاكل. كل اللي نفسها فيه طبق نودلز جاجانج، لكن الجرسون قال لها مش موجود. وهي متضايقة شافت شيف ماشي ناحيتها وافتكرته على طول. من شهر فات كان يوم بروفة جوازها. قابلت خطيبها جاك في صالون التجميل. جاك شيف في مطعم صيني شاطر جدا في العجين والتقطيع، وبيطلع أطباق فخمة بسرعة من غير ما يعرف. رغم إنه كان داخل على دخل سنوي 200 مليون دولار، خطيبته كانت بتخونه. أنا قربت منه وقالت له إنها كمان هتتجوز، وكانت مبسوطة وهي بتحكي عن خططها. جاك كان متوتر لأن العروسة اتأخرت، ولما وصلت حضنها فوراً. في يوم الفرح ومن باب المظاهر، جاك بدأ يحلق قدام المعازيم والكل ضحك. بعدها ظهر راجل في القاعة وملامح العروسة اتغيرت فجأة. جاك كان فرحان ومش واخد باله إن في أزمة جاية. بعد شهر أنا صرفت 300 مليون دولار على حفل خيري. جاك رفض في الأول يعمل لها نودلز جاجانج، خاصة بعد ما توبخ من الشيف الرئيسي بسبب تغيير طعم طبق من غير إذن. وبما إن نودلز الجاجانج كانت مرفوضة، جاك عاند ووافق يعملها عشان يجيب المكونات. راح مطعم صيني تعبان قدام الفندق وطلب 8 أطباق. من مجرد السمع عرف اللي بيحصل جوه المطبخ، ولما الصوص ومشي قبل ما الأكل يخلص وقال إن أكلهم وحش. اللي حصل ده شافه زعيم عصابة كان فاتح المطعم لرجالته، فجرى ورا جاك، لكن في الآخر كان عايزه يرجع يكمل الأكل. أنا زهقت من الاستنى ومشيت من الفندق، وقابلت جاك وهو متشابك معاهم. مسكت حاجة وحدفتها عليه وقالت: ما ترجعش يا غبي، ما تتجوزش، الطلاق صعب قوي.